واضح ان في موجه جديده من المسلسلات بتعتمد وتستند على قصص حقيقيه، وانا جاي اتكلم معاكم النهارده عن مسلسل غادة عبد الرازق الجديد اللي بصراحه في اول حلقتين شدني وعجبني جدا، وكنت مستني اعرف القصه دي هتقفل ازاي. لكن الحلقه الثالثه عملت لي صدمه، وعملت لكل الناس تقريبا صدمه. كلنا متعودين في الدراما ان لازم الشر يتهزم ولازم المخطئ ياخد جزاؤه، فكانت فكره جديده وصادمه بالنسبه لنا ان المسلسل يخلص بالطريقه دي. فيا مساء الفل عليكم في قناه ماستر سين، انا مايكل عاطف، ويلا بينا حالا نتكلم مع بعض عن مسلسل حدث بالفعل. بس طبعا قبل ما نتكلم عن تفاصيل اوعى تنسى تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. دراعه اليمين اسمه مسلسل حدث بالفعل هو مسلسل بيعتمد على قصص حقيقيه، قصص المؤلف واخدها من دكاتره نفسيين، والمسلسل هيحكي لنا 3 احداث حقيقيين او 3 قصص حقيقيين، وعرضه للقصه الاولى اللي اسمها تحت الحزام خلاص خلصت. وزي ما قلنا في البدايه بتاعت الحلقه ان النهايه اثارت جدل كبير قوي، وزي ما كلكم عارفين ان المسلسل من بطوله غادة عبد الرازق وسلمى ابو ضيف وخالد انور وبسنت حاتم وكمان كريم عبد الخالق. المسلسل من تاليف فادي النجار، اما الاخراج لمحمد هشام الرشيدي. بتدور احداث القصه الاولى حوالين دكتوره نفسيه لكنها اصلا مريضه نفسيا، مريضه بحب الامتلاك وحبها لابنها، مريضه انها لازم هي اللي تختار له كل اختياراته. جوازها السابق عمل لها مشكله وخلاها عايزه تربي راجل زي ما هي ما قالت، ومش اي راجل، ده راجل محدش يقدر يرفضه، عشان كده لازم يتجوز واحده تستاهله، وده طبعا من عينين دكتوره علياء اللي هي بيلعب دورها غادة عبد الرازق. قبل ما اتكلم معاكم عن الايجابيات والسلبيات حابب اتكلم معاكم عن المسج اللي المسلسل بيسيبها. زي ما قلت لكم قبل كده في مسلسل سفاح الجيزه ان فكره ان حد يكون قاتل عايش وسطنا دي فكره مرعبه، فتصنيف المسلسل برضو بالنسبه لي غلط، لازم يكون مسلسل رعب. ده غير كمان المسلسل بيقول ان في اكتر من مليار واحد مريض نفسي عايشين وسطينا واحنا مش حاسين. وزي ما قلت لك فكره قبل كده ان اي حد ممكن يبقى قاتل او مريض نفسي ومرضه ده ممكن يأذيك، فكره تخوف. انت بتتعامل في يومك العادي مع ناس كتير جدا، بتتعامل مع سوبر ماركت، بتتعامل مع حلاق، بتتعامل مع صيدليه، بتتعامل مع 100 بني ادم في اليوم. لكن اللي يخوف هنا واللي يخوف اكتر في المسلسل ده ان هنا صاحب الداء هو المفروض اللي يدينا الدواء، لان المريض هنا هو الدكتور النفساني ذات نفسه. انتوا متخيلين الفكره بشعه جدا وصعبه قوي. الدكتور اللي المفروض يعالج المرضى النفسيين هو نفسه اللي مريض. مش هنتكلم بقى في مقوله فقد الشيء لا يعطيه والكلام ده، لا طلع بيعطيه عادي وبيعالج بس ممكن يموت. انا مش عايز اخوفك او ارعبك، بس تخيل معايا كده ان ممكن المدرس او المدرسه بتوع اولادك يطلعوا مرضى نفسيين. سمعنا وشفنا حوادث فرديه لكن الموضوع عمال يوسع، عمالين نسمع قصص ترعب. ده غير ان المؤلف نفسه بتاع العمل كاتب كده بيقول يا جماعه من ساعه ما عملنا المسلسل ده انا عمال استقبل كميه قصص ترعب، كميه قصص تخوف. الراجل نفسه كمؤلف مش مستوعب ان القصص دي ممكن تبقى حقيقيه. ما علينا، تعالوا نتكلم عن المسلسل. بتدور احداث المسلسل حوالين دكتوره علياء اللي عايشه مع ابنها الوحيد احمد، وشغالين على تجهيزات الفرح لان فرحه قرب. لكن لما ميعاد الفرح بيقرب بجد بتلاقي الدكتوره حست بتوتر وحست ان ابنها هيبعد عنها، خصوصا ان جاله فرصه عمل بره مصر. واول ما بتحس ان ابنها هيتخطف منها او هيتاخد منها بتحس بالغيره وبتحس ان محدش يقدر يعمل كده معاها، فبتخطف عروسه ابنها وبتحبسها في مكان مهجور. وطبعا الشرطه بتحقق في الموضوع لكنها ما بتقدرش توصل لاي حاجه. مش هحكي اكتر من كده عشان ما احرقلكوش التفاصيل. تعالوا بقى مع بعض على طول نخش على الايجابيات والسلبيات. اول ايجابيه بالنسبه لي هي الاداء التمثيلي لغادة عبد الرازق، لكن عليه بعض التعليقات. طبعا غادة ممثله جامده جدا وقويه جدا، ومن احسن الناس اللي بتعمل دور السايكو، عامله دور سايكو متميز قوي. انا حسيت فعلا انها مريضه نفسيا. لكن تجسيد الشخصيه بالنسبه لغادة عبد الرازق كان في تشابه كبير قوي من مسلسل تلت التلاتة بتاع رمضان اللي فات. هو ده ما يقللش خالص من ادائها المتميز والرائع، لكني اتمنى ان اشوف القصتين التانيين اداء مختلف. مش عايز بس الاقي شعر مختلف وستايل مختلف، لا عايز اداء مختلف تماما، اداء في حته تانية، اداء بعيد عن اللي انا متعود عليه من رمضان اللي فات او من ال3 حلقات دول. برضو نفس الكلام بالنسبه لسلمى ابو ضيف، عامله اداء حلو قوي وسيمبل وبسيط جدا. حتى لما كانت عامله دور المريضه نفسيا ومنهزمه اجتماعيا كانت عاملاه حلو قوي، وكمان لما كانت عامله دور انها فريش وعروسه وحلوه وجميله برضو كانت عاملاها بامتياز. وليها بعض التميز في مشاهد الخوف، لكن عندي عليها برضو مشكله في مشهد بتكتشف فيه ان صاحبتها في مشكله من غير ما نتكلم عن تفاصيل. رد فعلها بالنسبه لي كان ضعيف جدا، كان المفروض اشوف رد فعل اقوى من كده بكتير. اما خالد انور فهو ممثل شاطر جدا وعمل الدور حلو قوي قوي، انا مبسوط منه بصراحه. من الايجابيات اللي موجوده في المسلسل هي الاخراج. المخرج عنده عين حلوه قوي واخد شويه كادرات حقيقي لوح فنيه، صور مميزه
وبتدل على حاجات كتير قوي. ده غير ان في شويه ترانزاكشن معمولين باحترافيه عاليه قوي، انا اتبسطت ان انا شفتها، خصوصا في مشهد التحقيق بتاع الضابط لما نقل من احمد لصاحبته ليلى. ركزوا في الحلقه الثالثه في الحته دي هتفهموا قصدي كويس وهتفهموا انا بتكلم على انهي مشهد بالظبط. وطبعا التاليف من مميزات العمل، خصوصا حاله الجدل اللي خلقها على السوشيال ميديا، لان في بعض الاشخاص بيقولوا ان دي قصه حقيقيه حصلت في الاردن لكن صاحبتها اتسجنت، عكس اللي حصل في المسلسل يعني. لكن الكاتب فادي النجار بيقول مين قال لكم يا جماعه ان احنا بنتكلم عن القصه دي؟ احنا بنتكلم عن قصه تانية خالص. متخيل معايا ان في اتنين، واحده في الاردن قصه حقيقيه خطفت عروسه ابنها، واحده تانية عملت نفس العمله السوداء لكنها ما خدتش جزائها. حقيقه انا متشوق جدا اشوف الحادثتين التانيين او القصتين التانيين. طبعا حوادث هي مش قصص يعني، بس نتفرج عليها. ويمكن لفظ حادثه هو ادق في وصف اللي حصل، اللي بيحصل ده حادثه وكارثه. تعالوا بقى مع بعض نتكلم عن سلبيات المسلسل. اول سلبيه بالنسبه لي هي تتر البدايه. التتر ولا مناسب ولا متناسق مع الاحداث ومع اجواء المسلسل. حضرتك بتعمل مسلسل سايكو يعني معتمد على النفسيه، لازم تعمل تتر كده يوتر المشاهد يدخله في المود زي ما حصل في سفاح الجيزه. انما انك تعمل موديلنج كده لكام حاجه وتقعد تحركها 3 دي، لا مش لطيفه خالص. وحقيقي التتر مش لايق خالص على المود بتاع المسلسل، وبجد ما ينفعش ان يكون ده تتر في مسلسل بطوله غادة عبد الرازق، خصوصا انها بتحاول تعمل حاجه مختلفه وحاجه قويه، يبقى لازم ناخد بالنا من كل التفاصيل. من سلبيات العمل بالنسبه لي هي الموسيقى التصويريه، ما كانتش عجباني خالص، ما انبسطتش بيها، ما استمتعتش. عكس برضو الموسيقى بتاعت مسلسل السفاح الويلي، كان عامل عظمه هناك. كنا محتاجين موسيقى تدخلنا في المود اكتر، موسيقى تنقل لنا احساس غادة عبد الرازق هي شايفه ايه، موسيقى تورينا الرعب اللي عاشها فيه سلمى ابو ضيف في الحاله اللي هي كانت فيها. في رايي الشخصي ان الموسيقى من اهم الاعمده اللي بيتبني عليها العمل، والموسيقى هنا كانت ضعيفه جدا. من السلبيات بقى اللي معايا كمان هي الحبكه. على الرغم برضو ان انا شكرت في السيناريو، لكني عندي بعض المشاكل. بنلاقي في الاحداث ان سلمى ابو ضيف او اميره بتحاول تهرب، واثناء هروبها ده كان في عربيه قدامها مش عارف ما سقتهاش ليه. مش عايز اتكلم في تفاصيل اكتر عشان ما احرقش المسلسل، انت لما تشوفها تفهم قصدي. دي بالنسبه لي كانت حاجه غريبه جدا في سياق الدراما وغير منطقيه. تاني مشكله موجوده معايا برضو هي في مشهد الهروب ده، هي لما بتقدر تهرب بتلاقي عربيه نقل معديه، لكن العربيه النقل دي بترفض تقف لها، مش عارف ليه. دي بنوته وفي مطره وفي صحراء، ازاي يعني؟ الاداء التمثيلي لبسنت حاتم هي ما كانتش وحشه لكنها ما كانتش احسن حاجه، ومن رايي الشخصي ان الدور بتاعها لو كان طلع احسن من كده كان خلى المسلسل في حته ثانيه. نفس الكلام مع كريم عبد الخالق اللي بيلعب دور الضابط. مفيش ضابط شخصيته ضعيفه كده وبيعمل رياكشنات كتير قوي بالشكل ده، كان محتاج يهدى شويه في انفعالاته ويكون شارب اكتر، يكون مركز اكتر، يكون حاضر وليه شخصيه اقوى. بس على فكره دوره عجبني جدا، انا تعليقي الوحيد عليه السلبي ان هو رياكشناته كانت اوفر شويه، او بلاش اوفر، ممكن نقول ان رياكشناته مش لايقه على شخصيه ضابط شرطه، لكن هو فيزيكال حلو جدا، والشنب والسيجاره والكلام ده كله والمود كان ممتاز بصراحه. في حاجه اخيره مش هنعتبرها سلبيه لكن انا عايز اتكلم عنها، حسيت كده ان في تعمد لاستعراض الاماكن المبهره والمبهرجه الجامده جدا. المسلسل متصور في فيلل وكومباوندز خرافيه، يا جماعه بالراحه علينا ما تعقدوناش. في سلبيه اخيره حابب اتكلم معاكم فيها. انا بالنسبه لي في الحلقه الثالثه خدت بالي ان غادة عبد الرازق بعد ما خدت المهدئ ونامت هي بتحلم، واللي حصل ان انا شفت الحلقه لوحدي، لكن مراتي لما شفت الحلقه قالت لي هي ازاي حصل كذا وابنها عرف ومش عارف وايه، قلت لها لا ده هي كانت بتحلم. وبعد كده وانا بعمل سيرش على الويب سايت اكتشفت ان مش مراتي بس هي اللي ما خدتش بالها ان هو حلم، ده في ناس كتير قوي عمالين يقولوا ازاي ابنها عرف وعدى الموضوع وسكت والكلام ده كله. بصوا هي مش سلبيه كبيره قوي، لان من وجهه نظري انا الشخصيه ان اللي مركز قوي في الاحداث هياخد باله ان هو حلم، اللي مركز قوي في الصوره هياخد باله ان ده حلم مش حوار حقيقي حصل بين الام وابنها. وبس كده، ما عنديش اي حاجه تانية او اي اضافه تانية اقولها عن المسلسل. مستني اشوف القضيتين التانيين او القصتين التانيين، خصوصا ان انا شايف اسماء تقيله قوي جايه في الحلقات اللي بعد كده. وكمان المؤلف بيقول لنا يا جماعه اللي فات تسخين واللي جاي الله المعين، فربنا يستر هنشوف ايه اللي جاي، فمستني اشوف هيحصل فينا ايه تاني. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر، لان انا مش هكبر غير بيك انت وبدعمك انت. واشوفكم على خير في حلقات تاني جايه كتير.